يا مساء الجمال، يا مساء الهنا، مساء السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. متابعين مطبخ دودو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الزيتون التفاحي بطريقة سهلة وبسيطة، وعايزة اقولك ان شاء الله لو اول مرة تعمليه هينجح معاكي جدا، بس امشي على كل خطوة بقولها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي مع بعض الفيديو. معايا 2 كيلو كده ونص من الزيتون التفاحي، بيبقى مخدد كده وشكله جميل وكبير شوية عن العزازي. هنبتدي طبعا في الاول بتغسليه كويس جدا، وبعد كده تمسكي تفتحيه بالشكل ده زي علامة زائد كده. طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده. عايزة اقولك الزيتون من الحاجات اللي الحمد لله بتعجب كل اللي دقها من ايدي. هي بس لو بتخافي ان انتي تخلي ويبوظ منك في كذا تريكه، لو مشيتي على الخطوات بالظبط ان شاء الله ينجح معاكي وهتلاقيه سهل جدا وتعمليه وكمان تحترفي فيه. طبعا احنا داخلين كل سنه وانتم طيبين بقى على الشتاء، فالزيتون بيبقى مطلوب. ان شاء الله هنخلله هناكل منه خلال 15 يوم بالطريقه دي. خلصت كل الكميه، وكمان معايا كيلو من الليمون هقطعه برضو بالشكل ده. الليمون على 4 كده. تقدري تعمليه شرايح، تقدري تقطعيه بالشكل ده براحتك. اهم حاجة في الزيتون ان انتي تظبطي الملح، وكمان يكون عندك البطرمان متعقم. تعقمي البطرمان ازاي؟ هتعقمي البطرمان بمية وخل بعد ما تغسليه كويس جدا جدا، وبعد كده تضيفي ميه وخل وترجيه كويس جدا وتسيبيه لمده 5 دقايق، وبعد كده تدلقي الميه وهيبقى معاكي زي الفل. نجيب حله كبيره كده ونحط فيها الزيتون، وكمان فلفل حامي كان عندي في التلاجة، وكان عندي فلفل احمر اللي هو الاحمر الشطه ده، وكنت كمان بشرت كيلو من الجزر. طبعا كميه الفلفل والليمون ودي كلها حاجات اختياريه، تقدري تزودي وتقللي حسب الكميه الزيتون اللي معاكي. وعندي كده 10 وحدات كده ولا حاجة من التوم، تقطعيهم برضو شرايح كده. عايزة تفرمي التوم مع الفلفل الأحمر اللي هو الشطة ده في الكبة، تمام، يبقى معاكي زي الفل. بس أنا بصراحة استسهلت وقطعت كله على إيدي كده شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه. ما تبخليش عليا وحطي لايك، وصدقيني لو عملتي الزيتون مرة على طريقتي هيعجبك جدا. بس اهم حاجة خلي بالك من عقد الملح، وكمان من البطرمان، وهيطلع معاكي زي العسل. معايا كده معلقتين من العصفر، وكمان معلقتين من حبة البركة، وهنقلب كله ده في قلب بعضه بالشكل ده. ايوه كده. نجيب البطرمان اللي عقمناه زي ما قلنا، حتى لو مستخدماه قبل كده اغسليه كويس جدا جدا وبميه دافيه وخل، ورجيه كويس وسيبيه لمده 5 دقايق هيتعقم ويبقى معاكي زي الفل. وفي الوقت ده طبعا كنت غليت ميه وكمان بردتها عشان خاطر الزيتون. لازم الميه اللي بتخليلي فيها الزيتون تكون مغليه وتكون بارده عشان برضو تبقى متعقمه. دي من الحاجات المهمه جدا. مليت كده البطرمان بالشكل ده ما شاء الله. بصوا بقى تحفة. هنجيب بقى المية اهو في الحلة هنا زي ما قلنا مغلية وكمان متبردة. دول 13 كوباية، هضيف عليهم كوباية ونص من الملح الخشن. الملح ده الخشن ده بتجيبيه من عند العطار، بيبقى حلو قوي للمخللات. يعني كده 8 كوبايات من المية عليهم كوباية ملح، وهندوب كويس جدا. طبعا ده كده عصير كوباية عصير ليمون هنضيفها كده على المخلل بتاعي كده او على الزيتون بتاعي، ونبتدي ندوب الملح في المية. ندوبيه كويس جدا. انا شلت الاسباتولا ودوبت بايدي بصراحة عشان انجز. الملح الخشن بياخد وقت. وده ربع كوباية من الخل الابيض.
وهنقلب ندوب الملح كويس جدا. هقول تاني، معيار الملح بالكوباية 8 كوبايات من المج ده مية، عليهم كوباية ملح خشن بقى او من التاني. ولو مش عارفة برضو تظبطيه كده اختبريه باللي هي البيضة اللي قبل كده اتكلمنا عليها بتاع امي وستي زمان، اللي هي بتظبطي الملح بتضيفي وتدوبي وبعد كده بتحطي البيضة. لو عمت على وش المية، لو طفت كده على وش المية، يبقى عندك الملح مظبوط. نزلت تحت شوية كده يبقى لسه ناقص ملح. ضفت طبعا هنا كده نص كوباية من الزيت، وبعد كده ده قشر الليمون اللي انا عصرته. اهم حاجة تكون البطرمان بتاعك مليان بالشكل ده ومفهوش فراغات عشان ما يدخلوش اي هواء. هجيب كيس بقى، كيس تلاجة كده، وهحكم بقى عندي البطرمان بتاعي وهقفله كويس جدا. هاكل منه في خلال قد ايه تاكلوا منه بالطريقة دي؟ في خلال 15 يوم ان شاء الله يكون معاك